أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا اليوم مع سيد توقعات إيحو عبد القذيف. يا أستاذ خليك معنا شوي. أستاذ بلش الحلقة. ايه شو هذا؟ عرفنا عن حالك. انا اسمي ايحو عبد القذيف. انا كان يجيني الهامات حتى اعمل توقعات بتصيب، مو توقعات تأمل، مجرد تأمل، لا انا بصيب 100%. نعم، مع أنك أنت من سوريا، فيك تحكي لنا شوي عن الشعب السوري؟ شعب السوري نعم. صار عندهم 12 سنة 13 سنة حرب. نعم. وصار عندهم زلزالات، وفي منهم، وهي كلام خطير، في منهم راح يهاجروا على أوروبا. ما كل يوم عم يهاجروا لبرات البلد لأوروبا، وين الجديد بالموضوع؟ يا مدام اعملي معروف، فيك ما تقاطعيني، خلينا أكمل أنسي بعد البرنامج. إذنك، أنسي. يا أنسي خلينا أكمل الموضوع بس. تفضل. خلينا أكمل الفكرة للجمهور بس، ما تفضل تقاطعيني. تفضل يلا. والتوقع الثاني، مم. في عرس راح يصير، سجلوه عنكم. والعريس راح يجي وراح يقطع الجاتو بالسيف. عادي. كيف عادي يا مدام؟ أنسي عمول معروف اللي أنسي. يا أنسي وين كيف عادي؟ اشرحي لي أي واحد مثلا بيعمل عرس بيقطع الجاتو بعرس. بس يا مدام أنسي بعد إذنك. يا أنسي أيدك إياها 5 مرات. يا أنسي لسه ما بلشنا حلقة، وين خمسة؟ عم تكذب علينا كمان. لا. يا أنسي أنا عم بصيب توقعات 100%. أنا ما عم بضحك عليك، عم بقلك يمكن، أنا ما عم بقلك يمكن، عم بقلك أكيد 100% راح يصير عرس، والعريس راح يروح يقطع الجاتو. رجاء انت جايبتيني لهون لاحكي عن توقعات، فرجاء يا مدام اسمعيني بس شوي. يا انسي بس اسمعيني شوي. يا انسي انا جاي لهون وانت دقيتي لي على التليفون، ما تخليني افضحك قدام الجمهور. دقيتي لي على التليفون قلت لي بعطيك $2000 لحتى تجي على البرنامج وتقدم لنا شو عم بيصير بالعالم وشو راح يصير بالعالم. فانا لما اجي واحكي عن توقعات، فالرجاء ما تقاطعيني يا مدام. يا أنسي ما تقاطعيني، خلني جن عملي هلا. معروف. جعناكم بعد الفاصل. يا أستاذ فيك تحكينا كم زلزال بعد رح يصير فيه أو رح يصير؟ نعم، سؤال حلو، سؤال جيد جدا. شكرا. بعد في 5000 زلزال لقدام، والله يستر والله أعلم. فبتمنى من الجمهور، الله أعلم وللعالم اللي عم بيشاهدنا ياخدوا احتياطاته، لأنه بعد في 10,000 زلزال لقدام. هلا قلت لنا في 5000 لسه. أنا قلت 5000؟ إيه أنت يا مدام ليش عم تقاطعيني يا أنسي. مدام؟ يا أنسي ليش عم تقاطعيني؟ أنا جاي لهون أكمل برنامجي، أعطي للناس توقعات. هي مو اسمها توقعات، هي اسمها أنا ما قلت شيء. أنا ما قلت من هالحكي. 5000 صرت ب 10,000 يا مدام أنا ما قلت 5000. يا 10. أنا ما قلت 5000. خلي العالم تعرف تاخذ حذراتها. المهم يا جماعة خذوا حذركم، لسه في 15,000 زلزال. هلا قلت لنا 10,000. يا مدام ما تقاطعني، يا مدام ما تخليني أطلع لبرات الاستوديو. أنسي بعد إذنك. رجعنا لكم بعد فاصل. رح أعطيكم توقعات خطير جدا، وبتمنى الكل يسمع، لأنه هالتوقع راجع كتير عالم، ورح يفاجئ كتير ناس اللي عم بيشاهدونا واللي رح يشاهدونا. فأنت كمان يا مدام أنسي صرت قايل لك عيد لك يا 15 مرة. أنت كمان رح تتفاجئي يا أنسي كتير بهالحكي اللي بدي أقوله. تفضل. رح يصير عيد بعد رمضان مباشرة. هي بعد رمضان بيصير في عيد؟ لا رح يصير عيد مباشر ما هي بيصير عيد. لا رح عيد دغري عيد رح يجي. ما هو بعد رمضان دغري عيد. يا أنسي ليه؟ يا أنسي ما عم بقلك العيد رح يجي بعد رمضان دغري. أنا بتوقع شيء 100%. أنا عم بتوقع شيء ما في يوم فاصل بيناتهم. عم بقلك أنا عم بصيب. من وين جبتوا لي هذا؟ من وين جبتوا لي هذا؟ ما هو بعد رمضان بيصير في عيد. يا أنسي والله العظيم ما بعرف وين أنا. ورح أعطيكي توقع التوقع كمان كتير خطير وجديد على الساحة. بعد فترة رح يصير الشباب يتحولوا لبنات. كيف مثلك.
يعني عم تسمعني حكي يا استاذ؟ لا. انا بنت، انت هيك عم تنزل من قيمتي. ما بنزل من قيمتك، من قيمتك انت ما بنزل، ما بلا. مبين، ما مبين من شواربك. ما شاء الله عليكي. احترم حالك بعد اذنك. انا محترم حالي، انت احترمي حالك أنا رجاء. محترم حالي. انا محترم ال 2000 دولار اللي جاي مشانهم بس، مو مشانك انت. في برنامج يسمى تيك توك. نعم. في عالم عم تطلع مع بعضه، شباب وبنات او بنات مع بعضهم او شباب مع بعضهم يعني، وعم ينزلوا تحدي ما يسمى جيست. وهالشيء يعني التحدي اللي بيخسر بيحط على راسه طحينه او بيكسر على راسه بيض او يعني عم نسمع هالشي على طول يعني. يا مدام رجاء ما تقاطعيني. انسي بعد اذنك. يا انسه يا انسه يا انسه، ما مبين عليكي نازلات، شو يعني مبين عليكي مدام؟ اخلط عطيه جاي تضحكي علينا؟ شو قصدك يعني؟ راح تطلع امرأة عم ترقص يعني في صربيا تحديدا، واي حدا بيشوفها دغري بتطالع شغلة بايدها وعم تلحق العالم. توقع خطير. هاي سمعناها من 3 ايام قبل ما انت تحكي فيها، نحن سمعناها. يا مدام فيكي ما تقاطعيني يعني، اخر مرة عم بقول لك يعني. انسي. شو هالحكي كل ما اجي؟ انسي. شو هالحكي؟ انسي. شو هالحكي يا انسي؟ وين انسي؟ ما مبين عليكي انسي، انت مبين عليكي خلفي شي 15000 ولد، جاي تقولي لي ما شو في خلفيتك انت؟ فيك تحكينا على تركيا شوي؟ تركيا. اها. تركيا يا مدام بس عملي معروف شو عم قدام الجمهور عم تحركشي فيني، مو عيب عليكي؟ يا عيب الشوم عليك. شو يا عيب الشوم عليك؟ شو؟ كمل. يا عيب الشوم بس. اخر حلقة اخر زمن، وصلنا اخر زمن. اخر حلقة فرجي. يا عيب الشوم على تركيا. بعد فترة راح تصير فيها انتخابات وراح يسقط أردوغان إن شاء الله، وراح يرجعوا قليل من السوريين إلى سوريا. عادي، كل فترة عم نسمع هالشيء انه السوريين عم بيرجعوا من تركيا لسوريا. يا مدام انت ما راح تفهمي يعني؟ انت ما راح تفهمي يعني يا مدام؟ جيب لي يا مدام انا جاي لهون اقبض مصاري واروح ويل. ما مبين عليك راكب اروح.